شارلي داخل اهو. شارلي بقى اصطاده بقى في الحبل مع الضغط بالساقين او الركبتين على جانبي الرقبه والضغط مستمر. الله ده دخل، ده بقت 4 بيلعبوا دلوقتي. لا هيلعب بقى برضه مريم مع كونج. ودخل مع كالي، مريم مع كالي وداها برضه لزميله. ده مسك زميله بقى، مسك زميله ومش واخد باله وقاعد بقى. فالحكم بيقول له لا ده زميلك، وهو هيبص دلوقتي هيلاقيه زميله. ما نشوف هيحصل ايه. بيعاتبه طبعا. قال له مش عرفني بقى انا خدت رجلين كده، حكايه جت كده. سلم عليه. هيلعب برضه مريم مع مين؟ مع كالي. هو كالي. هنا خد رقبه ضربه اماميه من كالي، وبعدين ضربه بالدفع راح موقعه ارضا، وقع مريم على الارض. وهنا جت بذراع، دفعوا الحبال وقابلوا بضربه كوع، ضربه كوع خلفيه. وبعدين رفعوا تاني طرح بالدفع الجانبي مع لوي الرقبه، وبعدين سحبوا بالرجل من كالي. قولوا لا سيبنا نحن. لا ده دخل بقى كونج هيدخل. الاثنين ضربوا في الصدر من الاثنين، وقعوا مريم على الارض وضربة رأس. طيب ده هو اللي وقع. كونج اللي وقع، مش مريم اللي وقع. كونج نفسه الضارب هو اللي وقع. خدوا في الزاوية وضربات متتالية بالرأس. استمرار هو فاكر لسه لمسه، وراح نازل أرضا ونزل عليه. الحكم بيعد تخلص منه في العدة الثانية في الدفع عليه، وسحب بقى طبعا وراح لكالي زميله. كالي هيدخل هيلعب مع مريم برضه. لا هيلعب مع شعر كالي وشعر ابو شعر اصلا. هنا لسه في الجولة الأولى. هنا ضغط وبعدين خنقة جانبية من شارلي، دفع الإحبال وقابله بدفعة. هنا وقابله هنا بالكاموفلاج اللي عملها، وبعدين رمي خنق مع رمي صوت حوض، وبعدين جاب امسك تب، وبعدين رجع تاني للوضع. هوب ايه في الثانية جاب رجع تاني 2 رجع تاني. ايه لا لسه. Both men on the outside wandering around now, and لسه خنق جانبي من شارلي. to catch all the action here, but our cameramen are doing one heck of a job. These midgets are all over. وضع الوقوف بقى، وبعدين ضربة بالقبضة في الوجه ودفعه خلفه. الاثنين في المواجهة. متضايق الاثنين وزقوا عشان يكمل المباراة الجولة. المواجهة وضع انقضاض شارلي، ضربة أمامية قوية، وبعدين ضربة قدم، وبعدين ضربة على الظهر. وقع شارلي هيدخل زميله مريم هيلعب مع كالي، ضربة أمامية بالرجل وضربة ثانية بالرجل من كالي، وبعدين دفعوا هنا للخلف مع السحب في الوجه، وقع مريم على الأرض. هنا خانق برضه من نسب، وبعدين جت بذراع، دفع الإحبال، وضع الثبات كان على الحب وضربات. ده الاثنين دلوقتي. بعدين دفعوا راح دفعوا لزميله وقابله وقع. طيب هيعمل ايه؟ دفعوا تاني على الارض الدفعه الخلفيه اللي احنا شايفينها. هل هيعملها له تاني؟ لازم هيعملها له تاني، ودخل زميله بضربه مقص صاحب ضربه القلمين، وهنا 2 3 وفعلا فاز مريم على كالي. يبقى شارل ومريم فازوا على كونج وكالي في الجولة الأولى. يعني الجولة الأولى خدها مريم. داخل بقى بيعد ازاي انك انت هتبتدي طبعا الجولة الثانية. كونج وكالي، وهي في الزاوية البعيدة حبة دهيت شارلي ومريم. يعني اللي كسبوا الجولات. But he certainly has a cut right down the middle of his forehead.
برضه كونج برضه يظهر في حد بيعاكسه من المشاهدين. هو بقى هو نفس المشاهد اللي كان في الجولة الأولى بيعاكس. هنشوف بقى ايه هذا بيوشوشه، هيقول له بقى الطريق في اللعب هنلعب ازاي ولا كده. هنشوف الجولة الثانية هتبتدي مع مين ومين. أنا شايف كالي وماريان برضه الاثنين في المواجهة هنا. حركات يعني المقصود منها تغيير الاتجاه او التركيز بتاعت اللاعب. هنا الاثنين في المواجهه، ضغط خلف الرقبه وبعدين تكتيف من اسفل، خلق من اسفل الذراعين مع ضغط خلف الرقبه، وبعدين وقعه دخل كونج راح ضربه مع انه ملوش حق انه، لكن هو دخل فكالي راح له لا ما تسكتش خلينا نلعب احنا نكمل الجوله الثانيه دهيت بتاعتنا. هم واخدين الجولة الأولى. دخل شارلي مع كالي. شارلي اهو مع كالي، وشارلي ده يعتبر واخد الجولة الأولى برضه ليه؟ لأن زميله اللي خدها، يبقى هما الاثنين. هنا طيب لو رقبة بيحاول كالي وبعدين خنق من أسفل وبعدين ضغط على الذراع أو ضغط على الذراع ده بعضه. عضه جه الحكم من اول الحكم ما شافه راح مرجعه جابوا لزميله، فزميله خد بقى بيعض واخر، ده زميله بيعض الحكايه وسابه. ده شارلي مع كونج، وكونج قاعد يعض فيه، حكم جه اهو لازم يلعب معاه كالي وشارلي اهو. كالي بيتقدم بيتراجع شارلي وبعدين هنا جذب الذراع ده هياخد تاني. قال له خد. الحكم بقى طبعا بتكون عضة بسيطة يعني عضة قوية عشان دخل بقى دلوقتي كونج داخل هو وبقى ده ايه ده عض زميله زميله كان عض زميله ودخل اهو قاعد متضايق. كونج اهوت كالي قاعد متضايق. دلوقتي هيلعب مع مين كالي؟ هيلعب برضه مع شارلي. الاثنين في المواجهة. في المواجهة مقابلة بضغط الذراع اليدين يعني، وبعدين الدفع لأسفل مع جذب الذراع وبعدين ضربة على مشطي الرجلين. هنا ضربات متتالية وقعوا على الأرض برضه مع استمرار الضغط على يدي الذراعين، وبعدين سابوا ينزلوا. ده عاوز يجيب قوة بين الاثنين. راح هنا تخلص منه بالدفع الجانبي اللي شايفينه، وبيلعب دلوقتي كونج مع شارلي. كونج بيحاول الله ده خرج تاني ولا لازم يلعب مع كالي ضربة طبعا بتبقى القواعد تحت اللعبة يعني ما بيدققوش فيها قوي. جذب الذراع، دفع على الإحبال، وبعدين ضربات متتالية أمامية. حكم بيعد الاثنين بقى مسكوه خنق من اسفل. الاثنين رفعوه الاعلى هيدوروه طبعا وهينزلوا بيه ارضا، وفعلا نزلوا بيه ارضا. بس 1 2 3 فاز كالي في الجولة دهيت. يبقى شارلي وماريان خدوا الجولة الاولى، وكونج وكالي خدوا الجولة الثانية. ما هي باين يعني معروف. شاور عليهم الواد اللي دخل. لكنه كويس يعني بيقوموا بالحركات طبعا بأداء يقرب من الصحيح يعني الحركات حتى الحركات بتاعتهم بتدعو إلى الضحك، لأن الحركة فيها شيء من ناحية الكوميدية. ده تقريبا يعني جماعة العامة احيانا في السيركات لهم مباريات غريبة. دلوقتي بيلعب برضه كالي مع شارلي.
شارلي اللي هو بالشعر الاصفر بنلعب في الجوله الثالثه دلوقتي. الله خرج ده هيدخل له كونج، فعلا دخل كونج. كونج اللي هيلعب معاه كونج اهوت. برضه المشاهد ده بيضايقه محمد. ضغط خلف الرقبه خدها جانبيه من كونج، وبعدين دفع على الاحبال شارلي، محاوره بين الاحبال النتس الجاريه بتاعته. قال ده زميله بيجري معاه ايه قال له لا خد بالك ده احنا مش بنجري ايه الجاريه بتاعته فيها دي اديكم انتوا شايفين يعني مش عاوز اشرح. وبعدين وقع ده ضرب زميله ضرب كالي بيضرب كونج طلع له كونج بره بقى. لا دخل كاري ورا كونج برضه وقع السنكر في الحب فراح واقع. طبعا انا متاكد 100% ان اطفالنا جميعا طبعا ميتين من الضحك، حتى الكبار يعني. لان الحركه بتدي شيء من ضغط خلف الرقبه. بيلعب معاه مريم بيلعب مع كالي، وبعدين خنق من اسفل الذراعين مع الضغط على خلف الرقبه. زي حركه سليمه جدا 100%. طب اما نشوف هتخلص منها ازاي. ده على الحبل بقى، دي حكايه ثانيه. ده راح سايبه راح واقع عشان لمس الحبل، لازم يسيبه. ما هو هنا ده بيطبق القانون الحكم، ما دام واحد لابس الحبل الثاني لازم يسيب. هنا الاثنين في المواجهه. هنا شايفين احنا ضربة كوع جميلة برضه كويسة، ضربة كوع بالنتوء كويسة من كاري. هيسلم على زميله، هيدخل كونج اللي هيدخل. طيب هيدخل شارلي، كونج وشارلي. كونج شايفينه اهوت اللي هو ما عندوش شعر، خناقة جانبية من شارلي. وبعدين هنا دفعوا على راح حمل، حركة حمل مع الدوران. لما نشوف اهو ضرب بيه كويس. هيعمل بيه ايه بعد كده شارلي؟ نزله كده هو اللي واقع كمان. دخله بقى مريم ولف بيه. اما نشوف برضه هيعمل له ايه، هيرميه ولا الله. ده نزله اخر يعني، لكن الله ده شال زميله، شال كالي ولف بيه بقى. لما يظهر الحكايه بقى بيلفوا بعض بقى انه راح موقعه وراح واقع هو. وبعدين جه شارلي عاوز يجيب لمس الاكتاف ومريم لمس الاكتاف، ففعلا فازوا بلمس الاكتاف. وبقت دلوقتي النتيجه 2-1. يعني شارلي ومريم خدوا جولتين، وكونج وكالي خدوا جوله واحده. الله يحمد ايه شايفين كونج واقع على الارض يعني. بنشوف الارض بريك لا الارض يعني، بنشوف الارض فعلا اعلن شارلي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والى لقاء جديد وحلقه جديده وبرنامجكم مصارعه المحترفين.